خطف الطالب الجزائري وليد هني صاحب 20 سنة والمختص في الإعلام الآلي الأضواء خلال مشاركته في برنامج للمواهب. وظهر الطالب الجزائري في برنامج روسي للمواهب جمع بين 60 مشاركا من مختلف دول العالم، حيث قدم الطالب عرض مبهر جمع فيه بين تقنية الحساب الذهني وتقنية الذاكرة. جمع الجزائري بين مجالين مختلفين، حيث حين قدمت له مجموعة أرقام طويلة وطلب منه إيجاد الجذور التربيعية والجذور التكعيبية الموافقة لها ذهنيا وتذكر مكان الإجابات الصحيحة من خلال البحث في مجموعة بطاقات تحمل الأعداد المطابقة لها ووضعها في مكانها الصحيح. ونجح هني من بين 60 مشارك من مختلف دول العالم، ولفت انتباه لجنة التحكيم والجماهير الروسية الحاضرة في البرنامج. وتبقى الجزائر تفتخر بمثل هذه الفئات.